شكرًا على استماعكم وتواصلكم معايا ومتابعتكم ليّا يا أحلى متابعين، بس معلش أنا آسفة لإن أنا اتأخرت عليكم بكام فيديو كده الأيام اللي فاتت، كان عندي ظروف وعشان كده ما نزلتش، فالحمد لله يا رب إن شاء الله دايمًا تتابعوني على خير. تعالوا أقول لكم النهارده على وصفة بامية حلوة جدًا وسهلة وبسيطة ومش متعبة لأي يعني بجد حلوة جدًا وخفيفة أوي لإنها كلها نيّة في بعضها كده. جِبت شوربة كانت عندي في الفريزر، كنت برّه وجاية ومحتارة ومش عارفة أطبخ إيه، وبيني وبينكم بقى زي ما أنتم عارفين كل حاجة غالية، فقُلت النهارده هاعملها من البيت والحمد لله قُضيت. تعالوا أقول لكم عملتها إزاي. جِبت الشوربة حطيتها على النار، وجِبت بصلاية متوسطة قطعتها وحطيتها برضه في الشوربة مع 4 فصوص من التوم، وكل المكونات دي كده مع نُص كيلو من عصير الطماطم، وبعد كده حطيتهم برضه على الشوربة واديتهم غلوة كويسة. جِبت البامية بقى كانت عندي في الفريزر، باحب أجيب البامية الكبيرة وأخزّنها، وطريقة تخزينها سهلة جدًا وبتفضل زي ما أنتم شايفين خضرا وفريش كده وأي وقت باعملها. جِبت بقى رز أبيض غسلته وبعد كده نزلت عليه بمعلقة سمنة وزيت كده وشوحتهم كويس ومعلقة من الملح ونزلت عليهم بمَيّة وسِبتهم علشان يستووا، لأ إحنا بنحب البامية مع الرز جدًا. بعد كده البامية طبعًا حطيتها في الشوربة لحد ما فكِّت، هدّيت عليها النار واستوت معانا، هي خدت غلوة واحدة لإن أنا لمّا باخزّنها في مَيّة مغلية وبعد كده باصفّي مَيّتها وباعينها في الفريزر. بعد كده بتطلع معانا بالشكل ده كده، باحطها في الصلصة بتاعتها على طول، والحمد لله بجد طلعت حلوة جدًا ولا مسبِّك بقى ولا مقالي ولا حاجات مُتعبة ولا مُجهدة، وسهلة وبسيطة ما خدتش معايا 10 دقايق بالضبط وكنت عاملة الرز والبامية اللي أنتم شايفينها دي. مش عايزة أقول لكم طعمها حلو جدًا وخفيفة وسهلة وبسيطة ومن غير أي مجهود. قولوا لي رأيكم في التعليقات وشاركوا الفيديو ولايك جميل منكم يا أحلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.